الآن حصر الإمامة وقيادة الأمة في سلالة معينة، هل هو أصل من أصول الدين بحيث أن من عمل به أقام الدين ومن تركه ترك الدين يعتبر عصيان؟ أم أن المسألة اجتهادية؟ من ترك الدين عصيان. أي لحظة، هل هذا التحديد من تركه يعتبر خارج عن الدين ومخالف لأوامر الدين؟ من ترك هذا التحديد وحصر القيادة للأمة وإمامة الأمة في سلالة معينة، هل تعتبر أن من قال بغير هذا يخرج عن إطار الدين؟ أنا بالنسبة لي على ما درست وفهمت وعلمت أنني إذا ابتعدت عن آل بيت رسول الله ولم أمتثل لأوامرهم في طاعة الله وليس في معصية الله سبحانه وتعالى فأنا عاصي ومخالف لأوامر الله. طيب السؤال الآن، التحديد هذا الذي وضعته هل تقبل اجتهاد من يخالفه وتعتبره مسلم أم تعتبره أنه قد خرج عن الإسلام؟ والله إذا كان أنتم تدعون علينا بتمرد وتمردنا على النظام وعلى عبد الله صالح ولم تدعون علينا أن نحن تمردنا على الله، أم أنتم الذين تتمردون على الله؟ لا، لم تجب على سؤالي. الآن من يخرج عن هذا التحديد أن الإمامة والقيادة في سلالة محددة كما أنت تقولها الآن، من قال بغير هذا هل تعتبره خارج عن الدين أم لا؟ ضال. إذن هل تعتبر علماء الزيدية أجابك يا دكتور، هل تعتبر أن علماء الزيدية الذين خالفوك ضالين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والذين خالفوك من الزيدية ماذا تقول عنهم؟ أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذا لم تجبني ترك رسول الله يا محمد أجب على السؤال إذا سمحت. أجب على السؤال إذا سمحت. محمد لو سمحت حتى نختصر الوقت، سؤال محدد. علماء زيدية خالفوك في هذا الرأي وخرجوا عن هذا التحديد السلالي لقيادة الأمة، هل تعتبرهم ضالين أم غير ضالين؟ أيضا وسنة نبي ضالين. الآن الزيدية هل كلام الإمام علي حجة عليهم أم غير حجة؟ كلام الإمام علي وكلام زيد بن علي وكلام زين العابدين وكلام الإمام الحسن والحسين حجة على الأمة كلها، ما هي علاقة محمد، هل تعترف بقول الإمام علي عندما سئل قبل وفاته أتوصي يا أمير المؤمنين؟ فقال لم يوصي من هو خير مني. فهل أخطأ الإمام علي عندما لم يحدد الإمامة في سلالته؟ ما يحتاج حتى أن يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلالة آل بيت رسول الله اختارهم الله واصطفاهم في كتابه العزيز. إذا محمد نعود معك ونعود بك إلى نقطة. اسمح لي دكتور. لا، ليس لدينا وقت يا دكتور، ليس لدينا وقت يا دكتور، اسمح لي. الوقت أزف يا دكتور إذا سمحت. محمد يجب. اسمح لي يا دكتور. أين النص في كتاب الله على تحديد الإمامة في هذه السلالة التي أنت تقولها؟ ما هو الدليل؟ من وين أنت؟ أين النص في كتاب الله؟ قل لي قال الله هؤلاء هم الأئمة بعد رسول الله. هؤلاء هم الأئمة بعد. أيوة، أين النص؟ اذكر لي النص، سمعني. قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا كلام عام. لذلك لا ينال عهد الله سبحانه وتعالى إلا العادلين الرحماء، ليس من جاء بوابه بدون بوابه. هذا كلام عام يا أخي محمد، هذا كلام عام. أين اسم علي أن إمامكم علي وذريته من بعد رسول الله؟ أين النص في كتاب الله على هذا الكلام؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أين اسم علي في هذا النص؟ الصلاة ويؤتون الزكاة. أين اسم علي؟ أين اسم علي؟ الله ورسوله أين اسم علي؟ أين اسم علي في هذا النص؟ وهذه نزلت في الإمام علي. أين ذكر علي في هذا النص؟ أين اسم علي؟ لم يذكر اسم علي في هذا النص. أقول لك أين ذكر أبا بكر وعمر وعثمان في القرآن؟